هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 5 من يوليو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي، وضمن برنامج نافذة ثقافية لهذا الأسبوع يقدم لكم الزميل أحمد شريف مقال للكاتب والروائي السوداني أمير تاج السر تحت عنوان الأعمال العظيمة وقراؤها. وفي الجزء الثاني يقدم لكم قصيدة في رثاء الرمز الشهيد عبد القادر كبيري للشاعر الراحل محمد سرور. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الموت يغيب حرم الشهيد حامد إدريس عواتي. السلطات الإريترية تبعد المئات من اللاجئين الصوماليين من البلاد. الاتحادان الأفريقي والأوروبي يطالبان بتحقيق دولي في الغارة الجوية على مركز اللاجئين في ليبيا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. نعت اللجنة التنفيذية لجبهة التحرير الإريترية إلى الشعب الإريتري السيدة الفاضلة عائشة عثمان إدريس كرار حرم القائد المؤسس الشهيد حامد إدريس عواتي، والتي لاقت وجه ربها في 30 من يونيو الماضي في منطقة القاش بركة. ودعت اللجنة التنفيذية للمغفور لها بإذن الله تعالى بالفردوس الأعلى من الجنة، وأكدت على عهدها مع الشعب الإريتري في مواصلة المسيرة على درب الشهيد المؤسس حامد إدريس عواتي ورفاقه الأماجد حتى ينعم الشعب الإريتري بالحرية والسلام والعدل. وتتقدم إذاعة أرنا إلى أسرة الشهيد حامد إدريس عواتي الكريمة ولكل الشعب الإريتري بخالص العزاء، سائلة العلي القدير أن يتقبل الفقيدة قبولا حسنا ويلهم أهلها وذويها والشعب الإريتري الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأن السلطات الإريترية طلبت وبشكل مفاجئ من المئات من اللاجئين الصوماليين مغادرة البلاد. وتركز قرار الإبعاد على الصوماليين المقيمين في معسكر كلو، والذي يبعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة مصوى ويضم حوالي 2100 لاجئ صومالي. وقال بيان للمفوضية بأن القرار جاء على خلفية قيام 1300 لاجئ صومالي بعبور الحدود الإريترية إلى إقليم تيغراي الإثيوبي في الأسابيع الماضية. وقامت الحكومة الإثيوبية بنقل معظم هؤلاء إلى معسكر ملك دادا في جنوب إثيوبيا، وتضم إثيوبيا حوالي 270 ألف لاجئ صومالي. وقال مسؤول المفوضية روف ماوز بأن طلب السلطات الإريترية من هؤلاء اللاجئين مغادرة البلاد دون سابق إنذار ضار جدا بوضعهم الإنساني، خاصة بعد أن استضافتهم إريتريا لفترة تصل إلى 20 عاما. من جهتها لم تحدد السلطات الإريترية أسباب القرار المفاجئ بخصوص إبعاد هؤلاء اللاجئين. طالب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي وعاجل في ملابسات مقتل 44 لاجئ أفريقي في الغارة الجوية التي شنتها طائرات مجهولة الهوية صباح الثلاثاء الماضي على مركز لإيواء اللاجئين الأفارقة في تاجوراء شرقي العاصمة الليبية طرابلس. وتداولت وسائل الإعلام مقتل 44 مهاجرا وجرح 136 آخرين في هذه الغارة الجوية.
وأدانت الأمم المتحدة من جانبها الحادث، والذي قالت بأنه غير مبرر وكان من الممكن تجنبه بسهولة. ووقع الحادث عندما قامت طائرات مجهولة بقصف المركز يوم الثلاثاء الماضي، وكانت قوات الجنرال خليفة حفتر قد أنذرت سكان مدينة طرابلس وضواحيها بأنها سوف تقوم بغارات جوية ضد العاصمة. ويضم المركز الذي تم قصفه لاجئين من جنسيات أفريقية متعددة، ولم تحدد بعد جنسيات المصابين والضحايا حتى ساعة إعداد هذا الخبر. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. الموت يغيب حرم الشهيد حامد إدريس عواتي. السلطات الإريترية تبعد المئات من اللاجئين الصوماليين. الاتحادان الأفريقي والأوروبي يطالبان بتحقيق دولي في الغارة الجوية على مركز للاجئين الأفارقة في ليبيا. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل فيما مضى إلى نشرة للأخبار من إذاعة إيرينا، وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات طيبة مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى حلقة جديدة في برنامج نافذة. في هذه الحلقة نقدم لكم موضوعين. الأول يتناول ما نشرته مجلة فكر الثقافية في عددها الأخير للكاتب والروائي السوداني الدكتور تاج السر، مقالا تحت عنوان الأعمال العظيمة وقراؤها. وفي الجزء الثاني والأخير من هذه النافذة تستمعون إلى قراءة في قصيدة الشاعر الراحل الأستاذ محمد سرور يرثي فيها الزعيم الوطني الشهيد الشيخ عبد القادر كبيري. فأهلا ومرحبا بكم. هذه إذاعة إيرينا. الكاتب والروائي السوداني الدكتور تاج السر نشر مقالا بمجلة فكر الثقافية تحت عنوان الأعمال العظيمة وقراؤها، أورد فيه ما يلي. فقد أعلنت شركة تيليفيكس مؤخرا عن نيتها إنتاج دراما تلفزيونية في حلقات متسلسلة مأخوذة من رواية 100 عام من العزلة، الرواية الأكبر والأشهر للمعلم جابرييل غارسيا ماركيز، بعد موافقة الأسرة على ذلك، ليكون أول عمل درامي مستوحى من تلك الرواية الملحمية التي ظلت بمنأى عن السيناريو والسينما رغم صدورها أواخر ستينيات القرن الماضي وعدم وجود عوائق فنية لإنتاجها دراميا، إلا ما كان عليه ماركيز وهو رفضه إنتاجها لأسباب لا يعرفها أحد. ومعروف سادتي أن رواية الحب في زمن الكوليرا الرائعة الأخرى لماركيز أنتجت سينمائيا، وكذلك أحداث موت معلن، تلك الرواية الفريدة التي تعرف نهايتها منذ البداية، وعلى الرغم من ذلك تظل مشدودا ومشدوها أمامها. نعم، كما يقول الكاتب الدكتور تاج السر، نعرف منذ البداية أن سانتياغو نصار قتل في ذلك اليوم الصيفي الحار، ونعرف الذين قتلوه والكيفية التي قتل بها والدافع إلى ذلك، ونظل نبحث عن نهاية مع السارد، ربما هي نهاية أخرى نتمناها أو نفكر أنها النهاية المثلى، مثل أن يكون موت البطل في بداية النص مجرد كذبة، أو أن ثمة معجزة ستحدث ويعود إلى الحياة. وقد اعتدت، كما يقول الكاتب السوداني الروائي الدكتور تاج السر، يقول: اعتدت في قراءتي لكثير من النصوص الجذابة، خاصة في الأدب الإسباني الذي أعشقه، أن أغرس أدوات الكتابة التي أملكها في الصفحات، وتجدني في كثير من الأحوال أعدل في ذهني مواقف أراها باردة وبحاجة إلى حرارة ما، أو أبحث عن ثياب درامية أخرى للشخوص يرتدونها في النص بدلا من تلك الثياب التي عليهم. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. هذا ليس انتقاصا من النصوص بكل تأكيد أو تشكيك في تماسكها وإمتاعها للقارئ، ولكن مجرد تسلية لن تغير شيئا من نص مكتوب على الإطلاق، وربما تكون تفاعلا من قارئ أعجب بالنص لدرجة أن يشارك في تحرير صفحات منه. 100 عام من العزلة،
التي ستنتج مسلسلا ستحمل اسم ماكيندو. ومعلوم أن ماكيندو هي البلدة الأسطورية التي اخترعها ماركيز هناك قرب الكاريبي، رسم تضاريسها وبدر شخصياتها وملأها بكل ما يمكن أو لا يمكن تخيله من أحداث. وبالطبع هذا قمة الفن، أن توجد مساحة من العدم تلونها بألوانك الخاصة، ولا يستطيع كل من يطالعها إلا أن ينبهر، أو أكثر دقة معظم من يطالعها، لأن هناك قراء لم يتذوقوا 100 عام من العزلة والحب في زمن الكوليرا. وكل روائع ماركيز أبدا. وقد كتبت كما يقول الكاتب السر مرة عما سميته سوء التذوق أو سوء النوايا، حين يقرأ أحدهم عملا متفقا على إبهاره بنية ألا ينبهر به، وهذا موجود وكثير عند قرائنا العرب وكذلك حتى قراء الغرب. الذي حدث كما يقول الكاتب أن هناك من لامني على ذلك، ومن ذكر بأنني أصادر حرية الناس في أن يتذوقوا ما يريدون ويطردوا من التذوق ما لا يريدون. وإن كانت 100 عام من العزلة تعجبني، فليس بالضرورة أن تعجب أهلي وجيراني وأبنائي وأصدقائي تماما مثل أصناف الطعام التي ترص على الموائد، فكل جالس على المائدة لديه طبق يحبه وطبق لا يطيقه. هذا صحيح بالطبع، فقط يبقى شبه الاتفاق على أعمال كتابية معينة عند قراء بلغات مختلفة. سيكون الموضوع أكثر قربا للفهم حين نتحدث عن رواية مثل ذكرى عاهرات الحزينات، الرواية صغيرة الحجم التي كتبها ماركيز في أواخر عطائه، أي قبل أن يبتعد عن الكتابة لظروفه الصحية، وكانت استنساخا لرواية ياسوناري كواباتا التي يراقب فيها الرجال المسنون نوم فتيات صغيرات جميلات مقابل أجر يدفعونه لصاحبة البيت. هذه الرواية التي تابعت مراجعات كثيرة لها، أو تابعت كما يقول، بالفعل فيها اختلاف آراء كبيرة تراوح بين التمجيد واللوم، وفيها كان لومها أكثر كثيرا من تمجيدها. هذه إذاعة إرنا. لازلتم سادتي مع إذاعة إرنا وحلقة في برنامج نافذة ثقافية. أعود يقول الكاتب الدكتور تاج السر ل100 عام من العزلة التي اختيرت منذ أعوام الرواية الأكثر تأثيرا في عالم الكتابة، متفوقة على أعمال عظيمة مثل زرب اليوناني والصخب والعنف والطبل الصفيح، رائعة الألماني غونتر جراس. لن أتحدث عما يعجب فيها، فكلها في رأيي كما يقول الكاتب جديرة بالإعجاب، ولكن عما يمكن أن يكون صعبا في قراءتها، وكذلك لقارئ مبتدئ في الدرب لم يتدرب جيدا. نعم، حتى القراءة تحتاج لتدريب مثل الكتابة تماما، وهناك قراء يدركون ذلك ويشيرون إليها. ولطالما صادفتني عبارات توجيهية من قارئة لصديقة لها تود قراءة كاتب ما تنبهها إلى أفضل نص يمكن أن تبدأ به، وغالبا يكون سهلا وخاليا من نكهة التجريب. 100 عام من العزلة مليئة بالحوادث، حوادث داخل ماكيندو وحوادث قريبة منها وأخرى تحدث في العالم البعيد وتتشابك معها. الرواية سادتي كما يقول الكاتب مليئة بالأسماء أيضا كعادة الروايات الملحمية والروايات التي تهتم بحياة أجيال مختلفة. سنجد في النص أسماء بلا حصر لأفراد أسرة، أي أسرة بونديا وجيرانهم وأهل ماكيندو عموما، أسماء رجال ونساء وأطفال من صميم البلدة وغرباء يأتون ويذهبون، أسماء شوارع ومحلات تجارية وأنشطة مختلفة. أبسط ما يفعله القارئ غير المدرب أو القارئ القادم بسوء نية للتقييم أن يعلن ملله، أي يعلن ملله من رواية كهذه،
أو يعلن تشتته وأنه لم يستطع إكمال النص بسبب ما فيه من تفاصيل مزعجة، ويسرع إلى كتابة مراجعة يعلن فيها بكل بساطة أنه خدع في مركيز و100 عام من العزلة، ولا يدري كيف يعشق البعض هذه الرواية. هذه إذاعة إرنا. حقيقة كما يقول الكاتب، هذه نظرة عامة، ومن طبق على هذه الرواية من تقييم جيد أو تقييم ملول ينطبق على أعمال أخرى صنفت عظيمة في تاريخ الكتابة، مثل اسم الوردة لإمبرتو إيكيو، الذي قتلت قراءة وتحليلا في وقت من الأوقات، كان كل من يلتقيك يسألك هل قرأت اسم الوردة، وتصبح غير مثقف وغير جدير بالاحترام إن ذكرت بأنك لم تقرأها. كذلك رواية العطر للألماني باتريك، ورواية المريض الإنجليزي السريلانكي مايكل أودانجي. وهذه رواية عن الحرب لم تعجبني صراحة كما يقول الكاتب تاج السر، على الرغم من أنها نالت حظا كبيرا من الانتشار، واعتبرت أفضل رواية من الروايات الحاصلة على جائزة عالمية تحديدا في بريطانيا. أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى الجزء الأول من برنامج النافذة. تابعتم مقالة الكاتب والروائي السوداني الدكتور تاج السر، مقالا جاء تحت عنوان الأعمال العظيمة وقراؤها، والتي نشرها بمجلة فكر الثقافية. لحظات سادتي وتتابعون الجزء الثاني من هذه النافذة، وهي مع الشعر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. في رثاء الزعيم الوطني الشهيد الشيخ عبد القادر كبيري، للشاعر محمد سرور: نبكي على فقدان ذاك الأمجد، رب الفضائل والزعيم المفرد. نبكي على تلك البطولة والحجا، وعلى الأمانة في سماء السؤدد. نبكي على فخر الكهولة والحجا، لسنا وشهم في الخطوب سمهدد. حدث تهز الراسيات لعزمه، وتهد شامخة القصور الوطد. وتميد فيه الأرض ثمة تستعر فيه القلوب، وتصطبغ بتوسد. خطب ألم فالتبس فينا الهوى، وأضل ذاك الفهم القويم المقصد. أنعم كبيري في جنان آمنا، واهدأ فذكرك في القلوب مجدد. ما كنت إلا دوحة فينانة، آوت لكل شريد قلب أميد. أنقذت أمتك الفتية من ردى، ومهدت للقوم الطريق معبد. ولقد سعيت وما ونيت ولم تكل، لك همة أو تنثني كمبلد. وأنرت للهدي المنير سبيله، ومشيت ماضي العزم لا تترددي. حتى إذا ما رمت تشرف من علا، أرداك سهم من أثيم معتدي. من طائش العقل الخؤون مرابطا، في العسف وقعة ثائر متمرد. هيهات روحك تسترد من الردى، لفديت بالمهج العوالي الأجلد. لفوك في علم رسمت شعاره، وجعلته نبراس عدل للغد. وكأن نعشك والجموع وراءه نعش الحسين بذاك يوم المشهد. وكأن نعشك والجموع وراءه نعش الحسين بذاك يوم المشهد. حتى الغمامة قد غشتك بظلها، وغدت تنزل ظلها لتبردي. فاليوم ترثيك القلوب تألما، ويحالف العينان أرق مشهد. فانعم بدار الخلد أنت شهيدها، واهدأ
بحوض الرسل نعم المورد، في ذمة الله الكريم الواحد، وجوار خير الرسل طه محمد. أنزل عليك الله وابل رحمة، تغشى لرسمك كل يوم مجدد. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية. الموت يغيب حرم الشهيد حامد إدريس عواتي. نعت اللجنة التنفيذية لجبهة تحرير إريتريا إلى الشعب الإريتري السيدة الفاضلة عائشة عثمان إدريس كرار حرم القائد المؤسس الشهيد حامد إدريس عواتي، والتي لاقت وجه ربها في 30 من يونيو الماضي في منطقة القاش بركة. السلطات الإريترية تبعد المئات من اللاجئين الصوماليين. أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأن السلطات الإريترية طلبت بشكل مفاجئ من المئات من اللاجئين الصوماليين مغادرة البلاد، وتركز قرار الإبعاد على الصوماليين المقيمين في معسكر كل، والذي يبعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة مصوع، ويضم حوالي 2100 لاجئ صومالي. الاتحاد الأفريقي والأوروبي يطالبان بتحقيق دولي في الغارة الجوية على مركز اللاجئين الأفارقة في ليبيا. طالب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي وعاجل في ملابسات مقتل 44 لاجئ أفريقي في الغارة الجوية التي شنتها طائرات مجهولة الهوية صباح الثلاثاء الماضي على مركز لإيواء اللاجئين الأفارقة في تاجورا شرق العاصمة الليبية طرابلس. كان هذا مستمعي ومستمعات الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. قبل الختام أيضا أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا، لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتح عثمان، ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.